بعد النجاح الرهيب لتوقعات دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا، بس عندي احساس ان تشيلسي هيقدر يعدي من باريس بس انا هرجح كفه السيتي. توقعي ان مش بعد كل ده في الاخر بودو جليمت يخرجوا من سبورتنج، فحط بودو جليمت. بس لا، بعيدا بقى عن الهزار، انا في اخر الفيديو بتاع توقعات دور ال 16 كنت قايل لك انا متوقع اني هجيب 6 من 8، فانا بقى النهارده جاي لك في ربع نهائي ناري، ومش هقول لك هجيب توقع صح او 2 او 3، انا جاي اقول لك ان انا هجيب الاربعه من 4. نبدا بقى باول ماتش، ونبدا بالزرازير. دول طبعا الزرازير بتوع دوري ابطال اوروبا. فكك بقى من كل اللي بيحصل في الدوري. قبل ماتش السيتي خسروا ماتش في الدوري والناس كلها قالت لك السيتي هيخرجهم بفضيحه، قاموا هم اللي خرجوا السيتي بفضيحه. نفس الكلام قبل ماتش البايرن، خسروا من ريال مايوركا علشان الناس كلها تقول لك ده البايرن هياكلهم علقه، بس صدقني دول الزرازير، انا مش همشي عكسهم تاني خالص. انا توقعت ان السيتي يقدر يعدي منهم لان السيتي كان فورم احسن، بعد كده جيت اتفاجئت بمستوى مش طبيعي من ريال مدريد في الماتشين، فانا همشي مع الواقع وهمشي مع قانون البطوله وهختار ان ريال مدريد يعدي من بايرن ميونخ وربنا يستر. نيجي بقى للماتش الثاني اللي شبه محسوب، واللي بصراحه ما عنديش استعداد نهائي ان انا اشوف سيناريو تاني غير تاهل ارسنال، لان لو اي حاجه حصلت غير دي احنا هنفقد يوتيوبر مصري من احسن اليوتيوبرز اللي جم في تاريخ مصر، وهو الاخ مروان سري طبعا. فاتمنى ان السيناريو بتاع الماتش ده يمشي كالمتوقع، وان ارسنال يقدر يعدي من سبورتنج لشبونه، فكده كده هختار ارسنال، واتوقع ان هم هيعدوا من الماتشين بسهوله يعني، بعيدا عن كل اللي بيحصل في النادي ده. طيب نيجي بقى ليوم الاربع اللي انا شخصيا الماتشين بتوعه محتار فيهم جدا. نبدا الاول بماتش باريس والليفر. ما اعتقدش ان في شخص واحد حتى مشجعين ليفربول يتوقع ان هو يقدر يعدي من باريس بالفورمه المرعبه اللي باريس فيها، خصوصا ان الاتحاد الفرنسي بيأجل له ماتشاته قبل اي ماتش مهم في دوري الابطال، عكس الليفر اللي لعب ماتش 90 دقيقه علقه في الكاس وخرج ضد مانشستر سيتي 4-0. فاتوقع ان باريس هيقدر يعدي ذهاب واياب، ممكن تعادل في مكسب او مكسب في تعادل، مش الماتشين هيبقوا اكتساح، بس كده كده اتوقع ان باريس هو اللي يقدر يعدي. نيجي بقى لاخر ماتش اللي انا شخصيا بصراحه بعد ما اتفرجت على ماتش يوم السبت مش حاسس ان هيحصل العكس، زي ما قلت ان مثلا برشلونه كسب في ماتش الدوري فاتلتيكو اللي هيعدي في الابطال، لا، حاسس ان برضو عادي برشلونه هيقدر ان هو يعدي في الابطال. الماتشين هيبقوا صعبين جدا جدا من غير رافينيا، بس برشلونه هيقدر يعدي عادي جدا. ده كان توقعي للاربع فرق اللي هيقدروا يوصلوا للسيمي فاينال. اكتب لي تحت في الكومنتات انت كمان متوقع ايه، بس نصيحه امشي معايا، اركب قطر احمد خالد، لان انا المره دي جاي لك ب4 من 4، اسمع مني. وما تنساش دي كانت دقيقه بس القصه لسه ما خلصتش. سلام.